لو انت من اسكندريه تعالى اعرفك على مكان بيعمل اطول سندوتش شاورما ب 30 جنيه. ايوه هو ده اول مكان في مصر يعمل سندوتش الشاورما فيه كل حاجه ب 30 جنيه. كده كده هتعرف المكان لانه في اكتر حته معروفه في اسكندريه. ان الريحه هتجيبك من على اخر الشارع، من اول الكريبات والشاورما اللي غرقانه في صوصات وسندوتشات الكريسبي الحراقه، واطول سندوتش في مصر الماريه السوريه. يعني مفيش حاجه مش هتتمناها مش هتلاقيها. حد اي اسكندراني يعرف المنطقه دي فين بالظبط. هنا ابتدينا نشم الريحه ودخلنا على طول على المكان ده، غير العروض اللي عنده، غير انه بيعمل وجبه كريسبي 4 قطع معاها كل حاجه ب 170 جنيه. دخلنا على اول سندوتش وهو سندوتش الشاورما اللي غرقان في التوميه والشاورما من فوق اللي ب 30 جنيه. طلع فعلا حقيقي ورحنا وجربنا، طلع اول مكان في مصر بيعمل سندوتش الشاورما ب 30 جنيه. غير انه بيحط لك الشاورما كمان من فوق والتوميه، يعني هتاكل وتلغوص براحتك. بخت عشاق الشاورما بالمكان ده. غير ان فتة الشاورما عنده مكونه من كل حاجه وفيها كل حاجه ب 85 جنيه. ايوه دلع كرشه. ودخلنا على التقيل. وانت من عشاق الشطه ونفسك تضرب حاجه سبايسي كده، اشرح لك الاثنين الكريسبي المولعين دول اللي مفيش حد في المكان ما طلبهمش. كتر ما السندوتشات جوسي من جوه، عايز اقول لكم اللي احنا طلبنا دسته كامله. طلبنا واحد كريسبي موتزاريلا جبن وشيدر ميكس جبن. غير ان الصوص بتاعهم ده صوص خاص بالمكان. عايز اقول لكم بقى ده سر الخلطه، ان من اول ما تقسم السندوتش وتاكله حرفيا، عايز اقول لك من اول قطمتين تلاقي كرشك بيقول لي ارحمني. لكن لو انت من عشاق الكريبات شمر لي وادخل لي على طول. الكريبات عندهم مش زي اي كريب في اسكندريه الصراحه، اللي اثبت لي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طلبنا واحد كريب شاورما غرقان مع الجبن والصوصات، كريب مشكل جبن مع الصوصات. بس كده اللغوصه اللي هتحصل دلوقتي دي، يفها لك ويعملها لك زي الكونو ويرش لك عليها الكاتشب والتوميه من فوق. دخلت على اول واحد وهو الكريب الشاورما. حرفيا انا ما كنتش عارف ابدا اكله ازاي. العلم ما كانش عارف ان انا اصور كل الكلام ده، يقنعني ويقول لي ازاي بجد هخلص كل ده دلوقتي. وللاسف انا دخلت على تاني كريب وهو المشكل جبن. اسمع كده، حاجه كده جمدان مع روقان في المزلقات. خدنا على تاني حاجه عندهم، جربنا الكريب المشكل جبن. صراحه ده اكتر حاجه عجبتنا في الجبن عندهم، بعيدا عن السندوتشات طبعا. اللي يكسب في الكريبات وهو الشاورما. لكن لو انت عايز تضرب حاجه سوري كده، ارشح لك الماريه. ودي كانت الماريه غرقانه في الجبن والشاورما والصوصات والفلفل والطماطم، جميع انواع الجبن اللي انتم ممكن تتخيلوها. كل ده ب 150 جنيه. هو حد يقنعني ان المكان ده بيخسر ازاي كده؟ يلا بينا اقول لكم المكان ده فين بسرعه. المكان هو الحراق في محطه الرمل في وش ماك. طبعا مالناش دعوه بيه. حد اي اسكندراني اصيل يقول لي المنطقه دي فين بالظبط. مالناش دعوه بالمقاطعه ده، تدخل على الحراق على طول، هو ده المكان. دوك الشاورما في مصر.